وليد الركراكي يعلن عن اللائحه الموندياليه للمنتخب الوطني المغربي المشاركه في مونديال قطر 2022. لائحه عرفت مفاجاتين من العيار الثقيل، واحده منها على مستوى خط وسط المنتخب الوطني المغربي، واخرى تحمل عنوان عوده جلاد الجلادين عبد الرزاق حمد الله. اذا نبداو بحراسه المرمى. المدرب وليد الركراكي استدعى 3 حراس: الحارس ياسين بونو حارس نادي اشبيليه الاسباني، المحمدي حارس نادي الوحده السعودي، والحارس الثالث هو اللي كان عندنا فيه شك، ما كناش عارفين واش غادي يستدعي تقناوتي، واش زنيتي، واش الحمياني ديال النهضه البركانيه، لكن في الاخير المدرب وليد الركراكي استقر على الحارس التقناوتي حارس نادي الوداد الرياضي. ننتقلوا الان ونتكلموا على قلوب الدفاع. كنوجدوا الكابيتانو غانم سيس لاعب نادي بشكتاش التركي، عوده نيف اكلد اللي رجع من الاصابه وكيقدم مباريات جيده مع نادي ويست هام يونايتد في الدوري الانجليزي. كذلك كنوجدوا اشرف داري لاعب نادي الوداد الرياضي سابقا ولاعب نادي بريست الفرنسي حاليا، ولو انه في الاونه الاخيره ما كانش كيقدم اداء جيد مع النادي الفرنسي، ما كانش كيكون حتى في ورقه المقابله، لكن كنعتقد على ان الاداء اللي قدمه اشرف داري امام وديتي الشيلي والباراغواي شفعت ليه باش يكون متواجد مع المنتخب الوطني المغربي في اللائحه النهائيه الذهبيه لمونديال قطر 2022. كنوجدوا كذلك لاعب بلد الوليد الاسباني جواد ياميق، وكنوجدوا مفاجاه وليد الركراكي على مستوى المنظومه الدفاعيه، عوده لاعب بدر بانون، ولو انه بدر بانون منذ مده طويله توقف الدوري القطري، يعني التنافسيه والجاهزيه ديال هذا اللاعب تناقش، لكن كنعتقد على انه بالتجربه ديالو لاعب جد مهم خاصه على مستوى الفيستير. كنعرفوه لاعب خلوق، لاعب يعني متحمس، ولاعب عنده واحد الروح قتاليه كبيره، بالاضافه الى كونه لاعب كذلك قيادي على مستوى رقعه الميدان. نتكلموا على الاظهره اللي استدعى وليد الركراكي. كنوجدوا 3 اظهره: اشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كظهير ايمن، نوصل المزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الالماني كظهير ايسر، وكدوبلور نوصل المزراوي استدعى يحيى عطيه الله لاعب نادي الوداد الرياضي. كنشوفوا على ان اللائحه ما فيهاش دوبلور لاشرف حكيمي لا قدر الله في حاله اصابه. كنعتقد على ان نوصل المزراوي هو اللي غادي يشغل مركز الظهير الايمن، ويحيى عطيه الله غادي يشغل مركز الظهير الايسر. ابو خلال كذلك موجود في اللائحه، ممكن يشغل مركز الظهير الايسر. ننتقلوا الان نتكلموا على وسط الميدان. كلاعب ارتكاز او في مركز 6 المدرب وليد الركراكي استدعى اللاعب سفيان امرابط لاعب نادي فيورنتينا الايطالي، صراحه اداء منتظم لهذا اللاعب هذا الموسم مع النادي الايطالي، وكدوبلو ليه استدعى اللاعب يحيى جبران لاعب نادي الوداد الرياضي. في مركز 8 كاروليور كنوجدوا عز الدين أناحي لاعب نادي اونجي الفرنسي، عبد الحميد الصابري لاعب نادي سامبدوريا الايطالي، وكذلك مفاجاه وليد الركراكي بلال الخنوش لاعب نادي خينك البلجيكي، صراحه لاعب شاب صغير في السن 18 سنه، موهبه مغربيه جديده. كان المنتخب البلجيكي يدخل على الخط وكيتنافس مع المنتخب الوطني المغربي باش يضم هذا اللاعب، لكن بهذا الاستدعاء كنعتقد على ان وليد الركراكي ضمن الكره المغربيه، يعني خاصه على مستوى خط الوسط موهبه مغربيه كبيره ستقول الكلمه ديالها في المواسم القادمه. بالنسبه لمركز صانع الالعاب او مركز 10 كنوجدوا سليم املاح لاعب نادي ستوندار دي ليج البلجيكي، صحيح على انه عنده مشاكل كثيره في الاونه الاخيره مع النادي ديالو، لكن كنا كنعرفوا قيمه هذا اللاعب، لاعب قوي بدنيا كيدير بوكس تو بوكس، ولاعب مهم في وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي. كذلك كنوجدوا اللاعب امين حريث لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، واللاعب المتالق في دوري الشامبيونشيب مع نادي كوينز بارك رينجرز الانجليزي الياس شاعر. على مستوى الجبهه الهجوميه كجناح ايمن كنوجدوا اللاعب حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الانجليزي، كبديل الحكيم زياش او كدوبلور كنوجدوا زكريا بوخلال لاعب نادي تولوز الفرنسي، كجناح ايسر كنوجدوا سفيان بوفال لاعب نادي اونجي الفرنسي، وكدوبلور سفيان بوفال عبد الصمد الزلزولي لاعب متالق مع نادي اوساسونا في الدوري الاسباني. في مركز راس حربه لاتاكون دو بوينت كنلاحظوا غياب ايوب الكعبي وكذلك ريان مايي، بينما حضور ثلاثي يوسف النصيري لاعب نادي اشبيليه الاسباني، وليد شديره لاعب نادي باري الايطالي، وكذلك عوده المتالق الجلاد عبد الرزاق حمد الله بعد الاعتذار ديالو. وبالتالي كيبان على ان استبعاد عبد الرزاق حمد الله لمده 3 سنوات على المنتخب الوطني المغربي كانت لاسباب انضباطيه وليست لاسباب رياضيه وكرويه. عبد الرزاق حمد الله لاعب مزيان على مستوى الموضع العمليات، كيعرف يتموضع في البوكس. وليد شتيره لاعب اللي كيمكن له يخرج من البوكس ويلعب مع الجناح الايمن والجناح الايسر. ويوسف النصيري يمكن نلعبوه به كمحطه استلام، لاعب اللي كيقوم بادوار تكتيكيه مهمه، مقاتل، ولاعب اللي كيخدم كذلك كثير المنظومه الدفاعيه للمنتخب الوطني المغربي. وفي الاخير كنعتقد على انها لائحه جد منطقيه، اختيارات وليد الركراكي كانت جد موفقه. كنلاحظوا غياب الحدادي، وبالتالي كيبين على ان وليد الركراكي عنده شخصيه قويه، حتى شي واحد ما دخل في الاختيارات ديالو. ما بقى لنا الا نشجعوا وليد الركراكي. كل الدعم والتوفيق للمنتخب الوطني المغربي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.